سيدنا اليوم اكو ظاهرة بالمجتمع جدا مو حلوة، يعني بعض الاشخاص تسلم عليهم ما يردون السلام. سيدنا اليوم اكو ظاهرة بالمجتمع جدا مو حلوة، يعني بعض الاشخاص تسلم عليهم ما يردون السلام، او مرات يرد عليك بس ما يرد وعليكم السلام، شو يقول؟ يقول هلو. هي مو الواجب لازم وعليكم السلام؟ سيدنا ذولا شلون نتعامل وياهم؟ بالمناسبة اكو اصلا بعض الاشخاص اصلا حتى ما يسلمون، هذول سيدنا شلون نتعامل وياهم؟ للأسف الشديد احنا ابسط ثقافة في الاسلام الا وهي ثقافة السلام، وللسلام آثار كبيرة منها الألفة، المحبة إلى آخره، نحن لا نطبقها للأسف البعض منا حتى نكون دقيقين يعني في جوابنا. القرآن الكريم يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هسه بالعقل أنت من واحد يسلم عليك ردها بالمثل، هسه ما نقول لك احنا ردها بالأفضل، وإن كان هذا يعني الشيء جيد جدا. يعني أبسط أمور أو أبسط شيء في الإسلام نحن للأسف الشديد لا نطبقه. أضف إلى ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكرت أنه بعض الأشخاص ما يسلم، يقول: أبخل الناس من بخل بالسلام. أبخل الناس من بخل ماذا؟ بالسلام. زين، هنالك أجر وثواب عظيم لمن يبتدئ بالسلام والذي يرد السلام. نحن نحضر مجالس سيد الشهداء عليه السلام، الإمام الحسين يقول: للسلام 70 حسنة، للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، 69 حسنة للإنسان الذي يبتدئ بالسلام، وواحدة للذي ماذا؟ يرد السلام. ايش قد هذا أجر عظيم حقيقة نحن لم نلتفت إليه.